صبحكم الله بالخير والسعادة والرضا، يا رب الكل يكونون بألف خير. وهاي 10 مرة يمكن أنا راح أصور وراح ألغي. راح أصور لكم الجيمر أو القيمر العراقي ستيب باي ستيب أو خطوة بخطوة. شلون سويته وش استخدمت؟ أول شي استخدمته هي الكريمة أو الهيفي كريم. هذه هي الهيفي كريم، وأي نوعية تريدون تستخدمون الهيفي كريم شغالة، لأن أنا اشتغلت ويا أكثر من نوعية. هسه حطيت علبتين أو شو نقول إحنا، علبتين أو بطلين أو قنينتين هيفي كريم. هذا راح أحط وياها كوب من الحليب، كوب من الحليب، نص كوب حليب، 3/4 حليب. مجرد يعني الطعم سبحان الله، يعني يتماسك أو يتجانس سوري ويا الكريمة. طبعا شوفوا هذه الكتل، هذه مال كريمة، هذه الكتل مال كريمة الحليب أو الهيفي كريم. حطيت علبتين كريمة ويا كوب أو نص كوب حليب، كيفكم. حليب كامل الدسم، طبعا يقولون أفضل كامل الدسم، لكن بصراحة أنا أستخدم أي نوعية عندي، يعني أحيانا ما عندي كامل الدسم فأستخدم هذه. أظل هيك تقريبا 10 دقائق مو أكثر. إذا عندكم خلاط مثلا تقدرون تخلطون بيه حتى تطلع هاي الفقاعات اللي هسه تطلع، طبعا أسرع، بس بصراحة أنا أحب هاي الآلية. يعني أحب أوقف مثلا، ما راح تاخذ أكثر من 10 دقائق. النار عالية على أعلى شيء. حاولوا دائما تستخدمون الصينية، لا تستخدمون غير شيء، لا تستخدمون مثلا جدر أو تبسي أو كذا. يعني بصراحة ما أعرف شنو السبب، لكن جربته ما طلع نفس الكواليتي أو نفس النتيجة اللي تطلع ويا تبسي. ويا تبسي يطلع لي كل زين. أنا راح أبقى 10 دقائق هيجي أسوي، وأنتم هيجي راح تسوون. خليني أشوفكم خلال دقيقتين شلون السمن أو الدهن مال الكريمة قام ينفصل على الكريمة ويشوفنا نفسه. دا تشوفون هذه الأطراف الصفراء، هذه كلها الدهن مال كريمة الخفق اللي هي الهيفي كريم. ما مرت علينا غير دقيقتين والدهن قام ينفصل عن الكريمة والفقاعات قامت تزيد. وهسه نرجع، إذا تشوفون هستوى بلش يغلي أول غليانة، هستوى. نص الطباخ على أقل درجة تحطون النار عليه، أقل درجة، ونتركه 3 ساعات. 3 ساعات نتركه على نار هادئة جدا، مثل ما نهدر التمن أو الرز. بعد ما أتركه 3 ساعات كاملة على النار، راح أخلي عليه هذه السيباية، هذه السيباية أخليها عليه، وأغطيه بوصلة قماش أو بخاولي إحنا نقول، أو بمنشفة المطبخ. أغطيه ليلة كاملة أو 7 ساعات مينيموم، 7 ساعات، مو أقل من 7 ساعات خارج البراد، خارج الثلاجة. يظل ليلة كاملة مغطى بهالشكل هذا، وفوقه السيباية. طبعا أنا عندي صينية لوخ لأن أصلا مسوية بالبراد، فراح أشوفكم شلون راح أقصها. وهاي صار لها يومين بالبراد. بعد الليلة الكاملة اللي أنا خليتها خارج الطباخ، راح أشيل الوصلة أو الخاولي، وراح أشيل السيباية، وراح أغلفه بنايلون أو سيليفون أو غطاء أو أي شيء أنتم حابين تسووه، وتحطوه بالبراد لمدة يومين. يومين كاملة، لا تتلاعبون بالتوقيت. صدقوني إذا حطيتوه ليلة واحدة، لأن أنا جربتها حطيتها ليلة واحدة ما طلع يعني بالسمك اللي أني شوفت لكم إياه بالفيديو. أوكي يطلع لكم قشطة، بس قشطة عادية، يعني قشطة السوق اللي إحنا متعودين عليها، مو القشطة الثخينة اللي أني شوفت لكم إياها، اللي هو صدق الجيمر العراقي. هسه أقصه وأشوفكم شلون صار. طلعناه هسه من البراد، وراح أبلش أفتح الغطا مالته، ومثل الفيديو القديم اللي شوفت لكم إياه راح أبلش أقص بهالشكل هذا، وحتى أشوفكم إحنا إيش طلع ويانا. خلينا نقول بسم الله الرحمن الرحيم.
وراح نبلش نلف القمر اللي طلع ويانا بهالشكل هذا. اتمنى واضح يمكم. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا لأن ثقيل نشيله بهالشكل.